قال لها عنه فيه مرحلة متأخرة من الكانسر وعنه يتعالج، وبالتالي بطلت هي تسوي لي سلمة السؤالات ولا تلفن عليه يا سلمة التلفين. ومشى قاس المغرب قال عنه اللي يتعالج فيه بما انه هو من سكان قطر، وتعاطفت معه زوجته، ما تلا تلفن عليه ولا تلا تحكر عليه في التلفين حتى مرة تلفن عليه وتسوي له شحالة، تمشي له رسائل خطية باش ما تزعجوا. تمت قاعدة هذا يامس قاعدة اللي مذهوالها هو عريس شاد طفيلة اللي امها نجاة عتابه، عريس ما قالت له شيء، وقالت انا ما فنيت. قالت له المروه تلفنت علي؟ قالت لا ما فنيتي تلفن علي ولا شيء. ايش قالت العروس فات حسبت عليها زواجها، قالت عنها اللي تتطلق. قالت العجيب ما نكون فاهمين، شوفوا الرجال منين لاحقني فيهم. قالت هذا الراجل نعرفه من 2019 وخاطبني من 2022 ونتكلم معاه 24 ساعة على 24 ساعة في تليفون ما يقطع عني، وأنا بغيت نعرف ذي المرة منين كانت عنه. ساكن مع زوجته وتركته 3 وله 10 سنوات شادها، وساكنين مستقرين في قطر. بحال أنت قالت ذي الناس منين يتغدى معهم، أنت يتعشى معهم، ما قد تتغدى ولا قد كال ولا قد ترقد، ما هو متكلم معايا وبونوي بيزو. أنت ذو التركة ولدهم، وأنت ذي المرة سكن معاها وأنت تدخل عليهم. فجأة تخرص ذا هو منشورة في كل البلاد قاعد في الكوشة عريس، وهي ما ترقد في الليل تدعي له مولانا وتصلي له الليل كامل به اللي قال ترفع عليه، قال عنده كانسر في مراحل المتأخرة وعنه في المعدة، وتبكي. قالت ودعينا له وقلت هاد التركة وما بحالاش لحقتها لهم غير عقب ترديت عليهم ذا ندورهم يتجهزوا عن بوهم في كانسر في مراحله الأخيرة، ندورهم يتجهزوا ذا اللي لا يخلق. يكتو تقولوا عن في البحر عجب في الناس عجائب في النساء عجائب. شو نسموا هذا الطفيلات؟ عريس في عالم آخر، وزوجته وأولاده مريض سرطان في مراحل متأخرة، ناس تبكي وتنوح وهو عريس. أهم شيء عن زوجته طلعت فتبارك الله عندها كرامة وشخصية، قالت على ما يمتلفن عليه وشافته عريس ما تلفنت عليه ولا مشات لي رسالة ولا فنيتها تتكلم. الله يعاونه يا غرية، تعرف ومتأكدة عنه طامع في الطفلة وباغية تمشي به بالخارج. وباز منكم يا الرجالة باز.